المثل بيقول رضينا بالهَم والهَم ما رضيش بينا. الحقيقة إنه مش المفروض أصلًا إن أنا أرضى بالهَم، الحقيقة إن ما فيش حاجة في الدنيا بتقول إن أنا أرضى بالهَم أصلًا، الحقيقة إن طبيعي إن الهَم ما يرضاش بيك لإن أنت شايف نَفْسك قليل، شايف نَفْسك ما تستحقش أكتر من كده، طول الوقت إحنا لمّا بنشوف نَفْسنا قليلين بنلاقي الشخص الآخر هو بينجذب دايمًا للشخص اللي شايف نَفْسه كويس وشايف نَفْسه مقامه كبير وشايف نَفْسه عنده إدراك ووعي يستحق الأفضل طول الوقت. الحقيقة إن ده قبول سلبي، علم النفس بيقول لك أنت راضي بالهَم علشان خاطر أنت ضعيف وخايف من التجربة الخارجية، اسأل نفسك طول الوقت، هل أنت خايف من المجازفة مثلًا إنك تغادر منطقة الهَم، هل ممكن يكون عندك أسباب قوية والّا أنت خايف تخرج من المنطقة دي علشان خاطر مش عارف مخاطرها وعقلك مزيّن لك إن برّه أصعب من منطقة الهَم اللي أنت قاعد فيها، ما فيش حد في الدنيا بيرضى بالهَم، ما فيش حد طبيعي بيرضى بالهَم، هو مثل كده ممكن يكون بيتقال من باب الكوميديا، لكن ما فيش حد فينا لا المفروض يرضى بالهَم ولا المفروض يقبل حاجة مش لا تقدّره ولا الهَم نَفْسه هيشوفك حد كويس لو رضيت بيه. أنا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي، ويمكن اللحظة دي اللي تغيّر اللي بعدها. السلام عليكم.